الحج محمد عبد الله مطيري. ايوه نعم. واحمد مطيري. ايوه نعم، و7 سنعان. نعم. وامي وابوي خاصة. ما اسمع. امي وابوي خاصة. والله ما سمعتك، سامحني. امي وابوي الوالدة، امك وابوك، اوكي، ان شاء الله يكونون قاعدين يسمعونك. وانا والله ناسي حبة وايد. الله يخليك ويسلمك يا سلطان. سلطان ابي اسألك. هلا. شنو الهدية تعني لك؟ سلطان. للأسف انقطع الاتصال مع سلطان، بس مو مشكلة، في عندنا اتصال ثاني راح ناخذه من عبد الرحمن. عبد الرحمن. الو. الو عبد الرحمن. الو. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك نادية؟ انا زينة، انت شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام، انت شو اخبارك؟ انا بخير، دامك بخير. تسلم، الله يخليك عبد الرحمن. هلا عيونك. الله يخليك ويسلمك. ايش رايك بموضوعنا عن الهدايا؟ انت الهدية شنو تعني لك؟ الهدية. الهدية شنو تعني لك؟ والله هو شيء من القلب. نعم؟ شيء من القلب. والله ما اسمع. يعني الهدية على حسب. على حسب. ايه يعني مثلا عيد ميلاد. إيه لا مو هذا قصدي. الهدية تعني لك، هل ان الهدية بقيمتها او مو بقيمتها؟ يعني في ناس وايد الهدية يعني ما يهمهم ثمنها، يعني اذا كان ثمنها غالي مو مشكلة، مو مشكلة اذا كانت رخيصة، سوري. فانت ايش رايك، يعني الهدية بمعناها او بثمنها؟ الهدية بمعناها يعني حب وصداقة. معناها. بمعناها صح. اكيد الهديه بمعناها. وانا بعد ايدك واقول لك ان الهديه فعلا بمعناها مو بقيمتها. شنو حاب تهدي عبد الرحمن؟ احب اهدي رفيق عمري وصاحبي بنفس الوقت، اسمه سامر الدحاني ابو غدير. ما اسمع، ترى صوتك مو واضح. ابي اهدي صاحبي ورفيق عمري ابو غدير سامر الدحاني. اي اوكي، ان شاء الله يسمعونك. وقال الطلال. اوكي. وعبد الله فيصل. اوكي. وسعد فيصل. اوكي، ان شاء الله يوصل اهدائك. مشكور وايد يا عبد الرحمن على اتصالك. سامحوني كل اللي اتصلتوا فيني وكل اللي قاعدين يشوفوني، فعلا انا مو قاعدة اسمع صوتكم عدل. يمكن مشكلة منا، يمكن مشكلة منكم انتم. ابي منكم طلب، اللي بيكلمني ابي بس يقصر على صوت التي في ويسمعني من التليفون، وابي ارد حق موضوع الهدايا. مثل ما قال عبد الرحمن، الهدية مو بثمنها، الهدية بمعناها. وأنا طبعا أكيد إني أأيده، وأنا ما أدري شنو رأيكم أنتم مشاهدينا. أبيكم كلكم تشاركون معاي الرأي وتشاركوني برأيكم، وأبي أعرف شنو الهدية تعني لكم، والهدية هل هي بمعناها أم هي بثمنها. على العموم مشاهدينا، عندنا اتصال من الإمارات. يا هلا ويا مرحبا. ألو. الو. مرحبا الساعة. كيف الحال؟ الو. الو، كيف حالك اختي نادية؟ انا زينة الحمد لله، انت كيف حالك؟ الحمد لله زين. والله انت منورة الشاشة. مشكور، الله يخليك. هذا من ذوقك. والله انا من ادوار تعجبني دور في مسلسل لقيطة. الصوت كلش مو واضح. الو. راشد. الو. هلا راشد، وياك. عجبني دور من ادوارك كان في مسلسل اللقيطة. اللقيطة؟ ايه، حبيت دوري باللقيطة؟ جدا جدا كان روعة. مشكور من ذوقك يا راشد، تسلم. واحب يعني صراحة اشكر القائمين على هذه القناة الفنانة، يعني اللي كلنا نتابعها، لان يعني من القنوات المفضلة عندي. مشكور، كلك ذوق. هذه شهادة نحطها على راسنا، وسام على صدرنا اكيد. مشكور وايد يا راشد. راشد. نعم. شنو حاب تهدي؟ والله حاب اهدي اهداء خاص الى منتخب شباب الامارات اللي
رفعوا اسم الإمارات في كأس العالم للشباب. حاب أهدي كل اللعيبة اللي لعبوا، من اللعيبة إلى المدرب إلى كل القائمين على هذا المنتخب الواعد اللي إن شاء الله يرفع اسم الإمارات. ان شاء الله احنا بعد يستاهلون منتخب الامارات، وان شاء الله كل المنتخبات العربيه توصل حق هالمستوى، وان شاء الله الله كذي يرفع صوت العرب فوق وعالي يا رب. راشد، نعم بيضتوها يا راشد. أكيد هاي الإمارات. ان شاء الله دوم كذي يا راشد. شنو المشهد اللي حاب تشوفه عندنا؟ اعتقد حق الفنان عندنا طاش مطاش، ايش رايك حق طاش مطاش حق عبد الله سبحان والقصبي؟ والله جميل. الو. واذا تبي بعد راشد عندنا اغنية مرام اللي هي خله يروح، ايش رايك؟ الله يروح الله لا يرده. راشد والله كل اللي يمنك مقبول. ما اسمع. كل اللي يمنك حلو. أكيد أنا أبي أقدم لكم كل شيء حلو، مشكور هذا من ذوقك، وتسلم وايد يا راشد، كلك ذوق. كل أهل الإمارات. ألو. انقطع الاتصال، وبقول حق راشد حقك وحق كل أهل الإمارات يسعدنا جدا إنكم دائما تتواصلون معنا، مو بس من الإمارات، من كل العالم العربي. واكيد تحيه كبيره حق المنتخب الاماراتي للشباب لوصوله النهائيات كاس العالم للشباب، عسى الله يوفقكم. راح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو الو الو. نواف، نواف، الو. ما في نواف مشاهدينا، مو مشكلة. أكيد على ما يحضرون شباب حق اتصالات أو يقدرون يستقبلون اتصالات ثانية، أنا أبي أقول إن يتني وحدة بنية صغيرة، ما أدري إيش فيهم اليهال علي، إن شاء الله دوم يا رب إنهم اليهال يحبوني كذي، وأنا ترى وايد أحب اليهال. بنت صغيرة اسمها هبة قاعدة تقول لي نادية شنو برجك؟ غريبة ان بنية بعمرك يا هبة تتابع الابراج، بس انا بقول لك ان ابيك دائما تلتفتين لدراستك، ومشكورة وايد على انك مهتمة فيني، وحبيبتي هبة انا وايد احبك، ابيك تهتمين بدراستك، وابيك تكبرين وتنجحين. وابي اقول لك برجي ما علي، بس بقول حق ام هبة لا تخلين بنوتك تنتبه حق الابراج اكثر ما انها تلتفت حق دراستها. برج السرطان يا هبة. وابي اقول حق هبة مشكورة حبيبتي، انا بعد وايد احبك واموت بكل اليهال وكل اطفال العالم العربي. وانا راح نوخر عن الابراج، وبعيد طبعا عن الابراج راح ناخذ اتصال ثاني ونقول الو. الو. الو فهد، مساء الخير. الو. الو. السلام عليكم. انت معانا على الهوا فهد، مساء الخير. مساء النور. محمد؟ ايه هلا محمد، حياك الله. شلونك؟ انا زين الحمد لله، انت شلونك؟ الحمد لله تمام. نور الشاشة. مشكور، كلك ذوق. نبيش دايما على قناة فنون. ما اسمع. نبيش دايما على قناة فنون. قناة فنون شنو؟ نبيش دايما تطلين علينا منها. تبيني دايما على قناة فنون ان شاء الله، اكيد باذن الله باذن الله. ممكن اهدي؟ اكيد ممكن تهدي، تفضل. احب اهدي لكم طبعا، واهلي بامريكا واقول الله يردهم بالسلامة، واهلي بالكويت، وبس. ما سمعت اهدائك. احب اهدي لاهلي بامريكا. اوكي. واهلي بالكويت وكل ربعي وعيال خالتي. اي اكيد، واحنا نهديهم بعد، وان شاء الله يردون اهلك من امريكا بالسلامة. مشكور وايد على اتصالك. عفوا.
خلونا مشاهدينا من بعد هالاتصالات وهالاهداءات نشوف مشهد من المسلسل الكوميدي السعودي حق